يعني حتى من باب العدل والإنصاف، يعني ممكن يكون حتى أيا يكن النقاد كثر في الساحة، كتاب كثر في الساحة، كثير من انتقد صور كثيرة في المجتمع، يعني ما نالوا هذا العلقة الاجتماعية اللي أنا أخذتها. خليني أقول أني أنا محظوظة، أنا أجير دائما الأشياء لصالحي. أنا محظوظة أنه حدث هذا الخطأ. أعتقد راح ينقلني نقلة نوعية، ولا الإنسان ولا الشخص بالتعلم وبالتحلم إن شاء الله. أنا أعد أني راح أتخذ ما يلزم سمو الأميرة أكيد، ولا أتمنى ما أني عندي أسمع شك هذا. يا مشاعر. أنا أكيد سمو الأميرة، أنا لا أتمنى أني أسمع حديث منكم عني بهذا الطريقة، ولا أتمنى أن يكون طريقة تفكيركم فيني بهذا الطريقة. يعني إن شاء الله أني بإمكاني أن أتدارك الحاصل بإذن الله. إن شاء الله، وكلنا موجودين مشاعر عندك، بس بالطريقة الصحيحة. ممكن سمو الأميرة، أنا ممكن بسبب قيم مبادئ المجتمع، غيرتي على هذه الأشياء وحرصي على هذه هذا الأشياء اللي قلته ما لك، يعني انتبه. قلت لك قد يكون من غيرة، لكن ال ما يكفي ترى أنه تكون النوايا سليمة، بس لازم تكون الطريقة سليمة ومدروسة. ويعني سمو الأميرة صراحة، مع أني أنا تألمت حقيقة حرفيا، هذا شخص والله يهاجم طبيعي بالآلاف والله شوفي العظيم. شوفي شوفي يا مشاعر، طبيعي اني بألمك لما انا بلدي اشوف واحد يعني من خونة الخارج ياخذ للأسف كلامك ويستغله، اكيد انه للأسف. ألمني ويقذف بنات بلدي وانا واحدة منهم، وكل هذا نتيجة خطأ منك، فطبيعي بتألم وبألمك. هو سمو الأميرة، يعني أنا لو كنت أعلم أنه هذا خطأ بالأساس، يعني أنا قاعد أشوف الكتاب مليانين في الساحة والنقاد مليانين في الساحة، وكل من ينتقد صورة مجتمعية في المجتمع، ما شفت أنهم اصطادوا في الماء العكر. للأسف كانت الموضوع هذا كان من نصيبي أنا، ممكن يكون سوء حظ وممكن يكون حسن حظ معا، ممكن تكون معا سواء يعني. كانت من نصيبي طال عمرك. صدقيني أنه حتى ما أعتبره خطأ. أنا علها أعتبره فرصة أني زينة ان احنا عرفنا. لا طال عمرك، يطول لي بعمرك. ممكن أعتبر أني أنا كنت مغيبة، ما هو خطأ. لا، مستحيل أني أنا أرتكب خطأ مع بلدي. لا أعتقد أني أصغر من هذا بكثير. أعتقد أني كنت مغيبة، أني مغيبة زائد الجهل بالمساحة وكيفية التعامل معها، كونها أول مساحة لي، زائد أني مغيبة عن بعض التفاصيل، مما أدى إلى أن بعض الأذناب يستغل هذا الوضع بهذه الطريقة ويوقعني في حرج مع مجتمعي ومع أصحاب السمو الأمراء وأصحاب السمو يعني للأسف. أنا سمو الأميرة، أنا أكد لك أني والله العظيم من أمس للآن أنا ما قدرت أنام، ولا حتى قدرت أني آكل أو أشرب شيء. لا لا، لأنه أنا مرأة يعني لا يتقدم على الرب عز وجل الله والرسول إلا السعودية، ولا حتى أسرتي تتقدم على السعودية. فتأكدي أن الخطأ عندي هذا ممكن حتى أني ما أنساه طول مسيرتي الإعلامية، تأكدي يعني. شجاعة ما يساوي الشعب. أعتقد أنه بسبب هذا الخطأ أشياء كثيرة راح تنتهي، أشياء كثيرة راح ممكن تروح وما عاد ترجع. لا لا، هذا خطأ تقريبا صنع بوصلة جديدة إلى أين الله أعلم. ولكن لا، أنا مرأة لطالما، يعني أنا بنت الحكومة، وأنا من أحد اللي دعمهم سمو سيدي ولي العهد حقيقة وحرفيا، ولا أحد يعرف عن تفاصيل حياتي شيء. فأنا مدعومة من سمو سيدي ولي العهد وبنت الحكومة أساسا. فلا يعقل شخصية مثل هذه بسبب جهل أو بسبب عدم معرفة أو إلمام باستخدام بعض الخاصيات في الإعلام الحديث، يحدث شيء مثل هذا. ما هو سهل علي،